يا رجاله عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ادهم ابراهيم وفيديو جديد. فيديو النهارده عن الانجليزي، اكتر ماده شفتها في اي كومنت عندي على اي فيديو. ناس كتير قوي واقعه فيها لان ملهاش مدرسين اونلاين والناس بتبقى مشتته، ولان الانجليزي يعني عندنا في مصر واحنا صغيرين فجاه بنلاقي نفسنا في ثالثه ثانوي وطلب مني ماده ب60. المهم انا كنت دفعه 2022 جاي في الانجليزي 49 من 50. ما كانش لسه الانجليزي ب60 درجه. المهم هقول لك انا كنت بذاكر ازاي. كان الانجليزي ده انت تقدر تذاكره ازاي عشان تجيب 60 من 60، وباذن الله في اخر الفيديو هفهمك الدنيا كلها. والفيديو ده صغير فمش هضيع وقتك يعني. اول حاجه الجرامر بيتذاكر ازاي. انت بتاخد القاعده، بلاش تاخد القاعده وتروح اللي هو خلاص اقعد بقى اقول مثلا اف بيجي بعدها كذا مش عارف ايه نحط هنا. الانجليزي لغه وبتعتمد اكتر ان انت تكون فاهم القاعده كويس وتعرف تطبق عليها كويس، وتطبق عليها بمعنى انك تحل عليها كتير. فالجرامر خلاص كده بقى موضوع سهل، انك تاخد القاعده وتفهمها كويس جدا، وبعد ما تفهمها تبدا تحل عليها. تحل عليها كتير، تحل عليها كتير قوي، لان بتلعب بيها شويه يعني. الكلمات، انا من الناس اللي بتفضل احفظ الكلمات في جمل، بلاش احفظ الكلمه لوحدها، وهقول لك ليه. لانها هتفيدك كمان شويه. الكلمات بحب احفظها في جمله، لان هنيجي بعد كده للقطع والترجمه. لو انت قدرت تحفظ الكلمه في جمله، تمام، وعندك شات جي بي تي وعندك حاجات كتير تحط لك الكلمه في جمله، لو مش موجوده في جمله انت تحطها بنفسك. تمام. خد الانجليزي اديله اهميه شويه، اديله بس اهميه شويه. تمام. واعمل الكلمات اللي انت بتحفظها ايا كانوا 20 50، اعمل 50 جمله واحفظهم. اعتقد هتفيدك كلغه، وهتفيدك في القطع تقدر تترجمها بسهوله، وهتفيدك في الترجمه. لان انا كنت لسه هروح اقول لك ان القطع كل يوم خد لك قطعتين وترجمه برضو، خد لك جمل وحاول تترجمها من بدايه السنه، مستناش للاخر. بالذات في الباراجراف، انا بشوف ناس زي دفعه 2025 راحوا ياخدوا الباراجراف ده في اخر السنه، اللي هو بس احنا كده ايه في 5 كلام. بلاش تعامل الانجليزي على ان هو حاجه هتتلم بسرعه، لانها شوف كام واحد كان شايل انجليزي السنه اللي فاتت في 2025. 67,000. كتير صح؟ ف فالانجليزي من الاول خد قطعه وترجمها. ذاكر الانجليزي زي الامتحان بالظبط، بلاش الانجليزي يبقى شويه كلمات وجرامر وخلاص. حتى الكلمات والجرامر قلت لك ازاي تحفظهم، قصدي ازاي يعني تطبق عليهم وتذاكرهم. والقطع والترجمه والباراجراف اهتم بيهم من بدايه السنه، وخد لك كل يوم يا عم، مش كل يوم يعني، كل ما تيجي تذاكر انجليزي شوف انت بتذاكره امتى في جدولك. مش قصدي كل يوم تذاكر قطع وترجمه، بس كل مره بتذاكر فيها انجليزي اعمل حسابك انك تشتغل على الترجمه والقطع معاك كده كده. وصدقني لو عملت اللي انا بقوله لك الانجليزي هيفرق معاك جدا، لان هو فرق معايا انا اصلا. لان الانجليزي هيفرق معاك لما تدخل الكليه، لان لو دخلت كليه طب كده كده الطب بالانجلش تمام ولاتيني. ولو دخلت هندسه برضو بالانجلش، وانا مثلا في سياسه واقتصاد فانا برضو اقتصاد قسم انجلش، فمحتاج اللغه كده كده. المهم نقطه المدرسين، انا ما اخدتش اي انجلش اونلاين لان ما لقيتش حد كويس. مع احترامي لاي ناس ظهرت دلوقتي، ايام زمان ما اقتنعتش باي حد بصراحه. انا اخدت انجلش مع مستر كان في المنطقه اللي انا كنت ساكن فيها، اسمه مستر رجب. لو بيتفرج على الفيديو ف حبيبي والله يعني مستر رجب. ف بس ما اخدش انجلش غير مع مستر جنب البيت، والحمد لله قدرت اجيب درجه كويسه. اعتقد هو نفسه ما يعرفش انا جبت كام في الانجليش يعني. اي حد اقول لهم بصراحه ما جربتش عشان اقول لك النقطه دي. بس انت مش محتاج اونلاين. لو قصدي لو هتاخد مع حد اونلاين تمام، او مع مستر جنب البيت، ايا كان انت هتعمل ايه هتمشي بنفس الطريقه اللي انا قلت لك عليها، وصدقني هتفرق معاك. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عايز خطه لمذاكره الانجليش برضو اكتب لي في الكومنتات. انا حاسس ان انا ما اديتلكش كل حاجه، مش عارف ليه. فاي حاجه اكتبوها لي وانا هرد عليك والله. اشوفكم الفيديو الجاي، وده كان فيديو سريع. اتمنى تحققوا كل اللي انتوا عاوزينه، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. وبس اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.